من العد جراحة كنت شخرت أنا جغي. تفضل طيب ندخل. ولاش أدخل، هذا شدخله ارجع فيما بعد. ادخل هيا. ماش أدخلش. ليش؟ اشتي خرجيت أدي لك رسالة واحدة بس. بطل البثوث حقك، بطل اللايكات، أحببته، أعجبني، بطلهم. يشبه في شيء؟ أيوة به شيء. ايش الشيء؟ قد دخلت لك بتحاكى لك على الفساد، ما دخلك من الفساد، ما لمك من الفساد. السيد حفظه الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تكلموا عن الفساد وعروهم. الفساد ونعريهم. والمفسدين من هم هؤلاء؟ العدوى. لا ما قالش على العدوان، قال الفساد. الفساد في العدوى، ما بش أنا فساد. هذا عينه. هذا معك عقل شوية، بتقول على عيال رسول الله مفسدين. عيال رسول الله ما يجوز انك تقول عليهم مفسدين، ما يجوز. إنه يعني كلهم صالحين؟ ايوه كلهم، ما بش من اهل البيت واحد فاسد. بتعقل الفساد هانك في العدوى. طيب يعني تبطل حقك التكتكه. درسناكم وعلمناكم وذحين شو تفلسفوا؟ ما في درسنا وعلمنا سلامات احنا. هي وبعدين من جيت لك الوطنيه واحنا قد حذفنا التربيه الوطنيه. بتذاكر خلاص بعدك. ما لازم، ما عاد شيء دراسه حقك، ما ضريتونا الا انتم المتعلمين العميقين البثوث. حرام، لا فجر لك البيت هذا ما اخليه قلفده داخله. بتعقل بعد المكحل بعده يروحوا لكم من الانتره، رحلك من الانتره عيالك، حرام ما يرحمك مخلوق، فهم؟ تروح لك منه. طيب ماشي بعد المكحل من الدور الثاني، ما انت علي الحرام لا اطلعك من الدور العاشر وارجم ويصير بيتك وراسك بالمجان. بتعقل رحلك من الفسبكه والبث المباشر. احببته. طيب اعجبني، لايك، خطأ. جينا لك المرة الأولى للبيت وحذرناك وقلنا لك تبطل حقك البثوث، ما بش فايدة، يلا تحاكى. ايش اقول؟ كم بتستلم؟ من اللي بدعمك؟ والله ما بنستلم ريال والله. إلا بتستلم. قول بتستلم، أنا قول بتستلم ومش بهذه الصورة. ابتسم، لا تبينش إنك مغصوب، تحاكى. كم كنت تستلم؟ كنت. كم بتستلم؟ كم كنت تستلم؟ إلا تستلم من العدوان. ما استلمت. إلا استلمت. زلط. كم تجي تحقوا معي؟ احنا نشي نعرف التفاصيل هذا على مد نبثها للناس. الناس بيقولوا الآن إن احنا مسكناك ظلم. احنا نشي نبين الآن ما شو ظلم، إنك تستاهل. والملطم هذا أتوعي الثاني ويثلث لما تخارجنا على طريق وتبين للناس إن احنا حبسناك على صح. يلا. الناس تكلموا انه كان فيه. كم كنت تستلم؟ كنت استلم. كان مفجوع. ليش مفجوع؟ عملنا بك شيء. من اللي كان جالس. اسمع، من اللي كان يقول لك تفعل البث وتذكر ان انصار الله مش مدري ما هو انصار الله سرق من هو اللي هو انا كنت الاحظ انا بنفسي. مش انت. العدوى. العدوان السعودي. من السعودية؟ أي. مش السعودية. إلا السعودية. كنت تسم كنت ايش قلنا؟ العدوان ادالك زلط. العدوان ادالك زلط. انت لا كنت تضربه في وجهه. عيبان في الكاميرا ان احنا بنعذبه ونخليه يتحاكى بالصوت. كنا نضربه في مضاجعه. يتحاكى خارجنا. خلاص فهمت. كنت انا كان هدفي انه كنت اتكلم اتكلم على الخطأ. كنت اتكلم على الجنوب وبعدين ما دريت لو تحاكت على اصحابنا على الانصار الله، وهذا خطأ. والمفروض اننا ما اتكلم شيء انصار الله نهائيا لان انصار الله. طيب فانا لاحظت انا لاحظت ان في حاجات غلط وانتم قلتوا ان احنا كنا نتحاكى. انا جيت لك للبيت قلت لك بثوث مشتيش،
لايكات مشتيش، عجبني، اكسبلاير، هؤلاء كلهم ماشيين. ايش قلنا من آل البيت ما يغلطوش، السادة آل البيت الحكام الآن ما يغلطوش. يعني منتهي أنا منتهي. الآن بعد التصريح هذا نفعل لك حكم. يعني انتوا بتقتلوني مثلا؟ لا نحكم عليك يعني حكم خفيف، يعني والله 5 سنين مثلا. والله لو بيدنا الله نقطعك وصل ما عاد تخرج، لكن المشكلة أنت فعلت لنا ضجة، إعلامي، أستاذ، ناشط، الرأي العام بس نشي عشان الرأي العام لا يقول لا والله لا نقطعك أنا ما تخرج إلا وصل. تحاكم. ايش اقول؟ قول إن أنت كنت تشي تشتهر وإن أنت جالس زباج وجالس كذا وتشي تقوى أحسن من اللي في الساحة. يلا. أنا كنت الناس يقولون أنا منكيت وزباج، وأنا كنت أشتهر، وكنت كل ما يعني أتكلم قلت أنا لازم، ليش ما الناس بيتكلموا، هذاك بيتكلم وهذاك بيتكلم وأنا أتكلم مثلهم وأدي الحقيقة. وقلت أشتدي الحقيقة مرة واحدة، وقلت إذن لازم أدي الحقيقة، وبدأت أتكلم وأسرد الحقائق إنه فيه سرق وفيه كذا وفيه كذا. غلط ماش حقيقة هذا. كيف تقول للناس انك حقيقة؟ انك تشتهر على حساب اكاذيب وخرافات ما بيش لها من الصحة. وانه انصار الله اطيب واطهر من في الارض، وانه كان قرى الشيطان اغواء. انا اتكلم بس بدون كهرباء، لانه انا تعبت كهرباء. قد تعبنا احنا واحنا جالسين كهرباء قد لنا شهر. انا تعبت من الكهرباء. ايش افعل؟ ليش اخرج؟ هل ممكن اخرج؟ تكلم. قل والله لا خلد. هتخرج لكن بعد ما نبرد قلوبنا، ولا بد ما نبرر للناس ليش حبسناكم. يعني اقل من سنه ما بش تحاكم. قول لنا الصفحه تبعك، وان انت اللي كنت تعمل صفحه وهميه وتتكلم عن الانصار الله، وانك غلطت غلطه حياتك، وان هذا كله كان ذنب. انا غلطت غلطه حياتي، وهذا كان ذنب ارتكبته في ايش اقول؟ قل أنا غلطت إني كنت أقول من صار الله سرق وهم أشرف وأطهر ما ضرها الله في الأرض وهم أولياء الله، إحنا عيال رسول الله. تكلم، قول إنك صحيت وإنك راجعت نفسك وصحيت، وذا الحين قدك صاحي ما عاد تحاكش عليهم. يلا. احمد الله إن عاد أنت عايش للآن. الحين عاد أنا عايش. أنت عايش وإذا أنت عايش بتنفس. أقول إنه إن شاء الله هذا آخر مرة أتكلم فيها، وإذا المفروض هي آخر مرة وليش أقول إيش تفضل لي؟ قول إنه أنا غلط، وإنه الصفحات الوهمية اللي بتتكلم على أنصار الله هذه كانت تبعي، وأنا كان مغرر بي، وكنت أستلم مبالغ مالية مقابل ما أقوم به من عمل من دولة العدوان ومن أمريكا. طيب. يلا. وافعل حركات من عندي. مش مضحكة، بين إنه صدق، إنك بتحاكى صدق. طيب. يلا. كان فيه واحد يدي لنا صوت، قال عدي لنا مليون بعد ادى لنا 800,000 وبز 100 سرق 200,000. وكيف لقطته؟ تمام استمر. وسرق 200,000 وما جابنا الا 800. وكانوا يجوا له عندي بقضايا ويجوا يقولوا لي، وانا اقول لا، يعني لازم كذا اقول خلاص. ايوه، ان انا لازم كنت اخذ، كنت مرتزق. كم كنت تاخذ؟ طلبوا مني ناس قضية أن أنا أتكلم عليها، وطلبت منهم 20,000 دولار، وبعدين طلبت رجعوني إلى 3,000 دولار، والحمد لله بعدين ما عددوا إلا 1,500، عدوا 500 وتخارجوا 200 اتيتها وكان أغلب القضايا كذب قاعدين نفعلها. أزيد أقول نحن عيال كلب ونحن أيوة. وإحنا كلنا ما ننفع، وإحنا عيال كلب. نحن تكلمنا على أنصار الله، والله أنصار الله هم أشرف من يكون على وجه الأرض، هم يعتبروا ملائكة وهم أطهر من على وجه الأرض. لا يا حمار، هكذا يقولون إحنا ضربناك. هدي شوية. هم عيال كلب. لا ادي الحقيقة، هم أنصار الله وأظهر ناس. هم أنصار الله وهم من أشرف من رأيت في عيني، والله وبالله ما إنهم ذي ما يدراش يدرى إنهم أفضل بشر على وجه الأرض. وأنا خلاص ما عاد بقى أفعل ولا شيء. خلاص يلا قبل المقابلة عن قصة من هذا، ومن حق الأسبوع الأول والأسبوع اللي قبله كلمتين. وإحنا تخرجوني. إحنا تخرج، حرام ما تخرج. سنة أقل شيء سنة ونص، وغرامة 10 مليون، وتحذف قنواتك وتبطل اللايكات وتبطل الشيء، تمام؟ ولو عاد تخرج وتحاول غير تتحاكى، الله انقطع لك الغضروف.
انتهري. هاي نوب الكرار، تعال اسحب الكلب هذا لا داخل يلا.